بشيل بقى على طول الحاجة اللي مش نظيفة. اوبا سكالوبا تيبا لابا لوبا. معلش. هنا بقى حطيت شوية الليمون، شوية الزيت الحبشتكنات بقى الجامدة يعني انتوا فاهمينها دي بتاعت ماما الجامدة. فاهمة ايه؟ تعملي الفسيخ؟ لا مساء ايه؟ الفل حبايبي، عاملين ايه؟ مساء النور. فاكرين بقى العظمة اللي كنت بعملها معاكم قبل العيد، اللي هو تخليل البوري لعمل الفسيخ. النهارده بقى ميعاد الفتح عليه. انا دلوقتي هفتح عليه اهو، انا فتحت عليه قبل الكاميرا وطمنت عليه وزي الفل، فهفتحه برده قدامكم اهو عشان مبقاش بكدب عليكم. شوفوا بقى نتيجه العظمه اللي انا عملتها، بوري بوري على اصل وفسيخ على بوري. ولو ما شفتوش الفيديو اللي هيخليه عظمه زي ما انتم شايفين كده، لو ما شفتوش الفيديو بتاع الطريقه اللي هيخليه عظمه دلوقتي لما نفتح عليه، هنحطه يعني، هو موجود في القناه. هننسخ اللينك بتاعه وهنحط هنحطه لكم في الوصف. ابقوا ارجعوا بقى وشوفوه، ماشي؟ ابقوا ارجعوا شوفوا الفيديو وشوفوا طريقه التخليل ايه، هتعجبكم قوي، ولا اسهل من كده ولا اروع من كده والله. طبعا دي كنت فاتحه حته منها وضايقاها. عايزه اقول لكم بقى ان انا ليا طريقه حلوه قوي كده ومختلفه عن بقيه الناس. الطريقه دي عباره عن ايه؟ عشان اكل الفسيخ انا ما بخليهوش، انا ما بفتحوش كده وما بخليهوش بالمعلقه زي ما بيعملوا وبشيل الجلد وبرميه، لا انا باكله كله على بعض يا حبايبي. انا بشيل السفه ده كله تمام بالسكينه، تمام، بشيله. وبعد ما بشيله بدهن الفسيخه او ما بدهنهاش، يعني النتيجه واحده، بس ممكن ادهنها زيت عشان تسهيل ايه؟ عمليه ايه؟ تنييخ الجلد وتطريته على النار. انا بشوي الفسيخ على النار، بديله شمه نار كده اهو عشان يدي ايه؟ عشان يدي طريان للجلده وتتاكل الفسيخيه اللحمه الفصوص مع الجلد حته واحده بعد ما تتقشر وتتنضف. خليكم معايا خطوه. شايفين كده؟ ماسكه سكينه او المقشره ايا كان ايه الاله اللي عندك، انت بتقشري بيها السمك او بيقولوا عليه القشر بتاع اللي هو الصدفي ده بتاع السمك. بتقشري البوري كده اللي هو تخلله بقى فسيخ. انا قايله لكم في الفيديو الاولاني بخلل الفسيخ، طب ما هو ما كان ايه قبل الفسيخ؟ طب احنا بنخلل البوري عشان يبقى فسيخ. غلطه مطبعيه يا جماعه. ايه انا حبيت اوضح ايه وما تدقوش يعني عليا، الواحد برضه ايه اوقات بيتلخبط. فانا قايله لكم في الفيديو الاولاني بتاع التخليل انا بخلل لكم فسيخ هو بوري. ادي البوري اللي بقى فسيخ زي العسل اهو. مش الفسيخ اللي بقى بوري يا جماعه، مش ايوه انا اتكيت عليه شويه في التخليه عشان بحبه مالح شويه. انا بحب الانتحار ده بتشيلوا بقى كده القشر كويس جدا جدا، تمام. فهو عشان كده تلاقيه ايه كانه مهري كده، بس اكيد يعني اللحمه من جوه زبده انا واثقه. بصوا بقى، احنا ما دام بناكل فسيخ مش هيبقى فسيخ لو مش مالح، لازم يبقى في اعلى درجات الملح بتاعته عشان يبقى فسيخ. بالنسبه لي انا وماما، انا لما انطل عالي للاسف في الحته دي مع انها غلط بس هو هنعمل ايه؟ هو بناكله كل فين وفين يعني، مش على طول فسيخ عاملين كل يوم يعني، فاهمه؟ فيوم ما بناكله بنحب ناكله مالح، وربنا يسامحنا بقى النهارده حق صحتنا دي اللي بنفرط فيها. تمام. انا بشيل القشر اهو. مش هتقولي يا لولو النهارده بقى احنا عاملين الاكله الفسيخ الجامده دي مع ايه؟ مع الرنجه بقى. ماما عاملاها بطرق، بصوا تابعوا معانا لحد الاخر، تمام؟ وهي واحنا بناكل يعني، تابعوا الفيديو اللي بعد ده واحنا بناكل هنوري لكم بقى الاكل. وبصوا حاجه تحفه، رنجه بقى بكل يعني بالطماطم والفلفل وحاجات تانية كده ماما كانت عاملاها تبع الرنجه يعني برضو كده، حاجات تحفه يعني. تابعوا معانا لحد الحبيش بالظبط. تابعوا معانا بقى ايه؟ تابعوا معانا بقى بالظبط. تابعوا معانا الفيديو اللي بعده ده، شوفوا واحنا بناكل. بسم الله. الفسيخيه بتموت يعني، يمكن صح القلب تمام. انا بديها شطفه كده حلوه، بديها زي العسل كده مشطوفه. بشيل الملح اللي انا خليت بيه الخياشيم اول ما خليت، عشان في ناس بتحب تفصص الراس وتحب تاكلها وتمزمز فيها كده وتمصمصها. انا ما كنتش بعمل كده، فانا قلت اجرب المره دي الكلام ده، عشان كده غسلتها من الملح وما رميتهاش. فهشويها على بعضها واخلي الراس امزمز فيها، ممكن مش النهارده، ممكن بقى ايه لما تخلص الاكله دي واشتاق ليها كده وابقى عايزه ايه ادور على ايه الخواجه لما يفلس بيدور في ايه في دفاتره القديمه فانا ده اللي بعمله في الفسيخ والرنجه ده، بدور على الزواقي تاني يوم زي العبيطه زي الكلبه كده عفوا يا عم حبيبتي. لا والله احنا عاملين زي الكلاب قدام الفسيخ انا عن نفسي مش دعوه حد وانا بصراحه انا بحب الفسيخ، بحب الفسيخ جدا جدا يعني. الفسيخيه مزبده يعني لسه طريه كده عايزه بصوا بقى كده. بصوا بقى معلش بقى ايه البوتاجاز مش احسن حاجه، وهو كده ايه
هعمله بقى بعد كده، لان انا شويت عليه رنجه. احنا هناكل رنجه مع الفسيخ النهارده، لازم اكل الرنجه مع الفسيخ. بدهنها بقى ايه، حاجه بسيطه من الزيت كده بايدي، وعلى النار بمشيها ايه فوق النار كده على الهادي. تمام. تمام اهو، بمشيها على النار كده على الهادي بالراحه لحد ما احس ان الجلد بتاعها خلاص طري. شايفين الانكماشه بتاعته دي معناها انه طري. شايفين بيعمل ايه اهو. مش محتاجين ان احنا نرمي حاجه من الفسيخايه خالص. انتوا هتاكلوا الفسيخايه على بعضها، هتستفيدوا بيها وتمزمزوا فيها وتستمتعوا بيها. مش هترموا حاجه من الفسيخايه خالص، ولا حتى الجلد. ولا حتى ايه؟ الجلده. ايه الجلد؟ مع لولو كل جديد يا حبايب قلبي. الفسيخ اللي كنا بنتحسر على الجلديه عشان بنرميها، لا احنا دلوقتي اهو هناكله بالجلده. والله تخيلوا بقى، عظمه ولا مش عظمه دي؟ عظمه، ولسه العظمه الاكبر بقى لما نيجي نفتحها. يا لهوي. ادي كده يا لولو. بسم الله. شايفين؟ وريهم كده. شايفين الجلد بيتقطع ازاي؟ بقى فتحت عليه بس شويه. دي بقى فسيخايه ايه؟ بصوا ميعه ازاي، ميعه وسيعه. هنعملها هي كمان وهنعذبها زي ما عذبنا المسكينه الغلبانه دي. عذبناهم تعذيب الكفار. كفرولي يا جماعه، كفرولي. يا لهوي. شايفين النار؟ اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار يا رب. اللهم ارزقنا الجنه واجرنا من عذاب النار. اللهم امين. سامحنا يا رب، واغفر لنا وارحمنا، واكفينا شر المنافقين المرائين الكذابين اللي بينموا علينا ليل ونهار وبيستكتروا علينا النعمه. فينا شرهم يا رب، وهات لنا حق المظلوم يا رب من الظالم. حسبنا الله ونعم الوكيل. واصلح ذات بيننا يا رب واهدينا. اصلح ذات بيننا واهدينا يا رب. اللهم امين. واهدي العاصي، اللهم اهدي العاصي يا رب. واهدي اولادنا وحبايبنا حق الجمعه المباركه يا رب. النهارده الجمعه انا ببقى بطبخ الجمعه وايام تانية في الاسبوع، بس انا قلت النهارده بقى ايه اغير. زهقنا من الطبيخ وزهقنا من الفته واللحمه والكلام ده والسفر. قلنا نعيش مع زفر تاني من نوع تاني، من نوع جديد. المهم يبقى زفر خالص. ايوه تمام كده اهو. كده نشيل بقى على طول الحاجه اللي مش نظيفه. اوبا اسكالوبا، سيبها لبا لبا. معلش. كده كده احنا غاسلين الحوض طبعا والدنيا ايه زي الفل وتمام، فمفيش حاجه مش نظيفه متقلقش. استغفر الله العظيم. اهو يا ولاد دي الفسيخيه من جوه. تحفه تحفه. بص لحمها بينك ازاي. عايزه اقول لكم يعني تعالي يا لولو كده وريهم. وريهم. ايوه. الله يا خرابي على الطعم. طب وانا ماليش جنان، اقسم بالله جنان. الطعم والريحه مفيش بعد كده، خطيره. ليكي طبعا ونص يا روحي، مش ليكي الدنيا كلها. اعطيني في هذا الجمال. يعني يا لهوي، عايشه هي الدنيا لغوصه بقى كده تفسير، لا مؤاخذه يعني. مش فاكره مطوره. شايفين الجمال كده. دي بقى راس الفسيخ اهي، فصلتها عن الجسم بتاعها. نجمعهم بقى كلهم اهو. حاجات خليهم بقى ايه نجمعهم خليهم يوم صح. مش كنت عايزه تقولي كده؟ ايوه بالظبط. لي اختي اهو زبده، زبده يا ولاد، زبده. هو زبده وخصوص اهو. شايفين؟ جيبني وان. انا وشي في حاجه. نعم بس يعملوا خصوص اهو، خصوص. صح. شايفين الجمال؟ يقرقش كده في نفس الوقت زبده، حاجه تحفه يعني. شايفين؟ حاجه في التحفه اللي تلبس. بصوا هنا بقى حطيت شويه الليمون، شويه الزيت الحبشتكنات بقى الجامده يعني انتوا فاهمينها دي، بتاعت ماما الجامده. ماما شويه زيت. تمام. طبعا امر ما يخليهاش شويه شطه عشان ايه نوحح العمليه كده وظبطهم بالظبط. very beautiful ماما. لا مش كده بقى. استنونا
استنونا واحنا ايه بنتغدى سوا. طبعا كالعادة غدا وعشاء مع بعضياتهم. الغدا والعشاء دايما كده معانا مع بعضياتهم، مش فاهمة ليه. هو كده بقى تيجي كده تمام. بزود ليمونه اهو، ازود زيت وشطه عشان نستمتع كده ونستلذ ونستمخ من الاكله الجامده دي. الهنا والشفا كده على قلوبكم لما تخللوا تعملوا كده زينا، وبالهنا والشفا. وخلينا بقى مع بعض ناكل سوا ان شاء الله الفيديو الجاي. ماشي، باي، استنونا، باي باي. عايزه افكركم بقى تشوفوا الفيديو بتاع طريقه الفسيخ دي في الوصف، هنحط لكم اللينك بتاعه في الوصف. تمام، يلا باي باي.